السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشاركوا معكم هاد الدجاج محمر بالطريقه ديال الاعراس. كيجي واعر واعر بزاف البنات، ناجح بالنسبه للمبتدئات مع جميع الاسرار. باش ينجح معاك تبعي فقط الفيديو من الاول حتى الاخر وان شاء الله غينجح معاك. هنا البنات عندنا واحد جوج دجيجات، هادو كنا شارينهم من قبل شي 3 ايام دابا وجبدناهم من الفريغو، خليناهم يتسقطروا، غاسلينهم بالملح والحامض. هنا بالنسبه للعطريه عندنا الخرقوم وسكنجبير والبزار، عندنا دروس ديال الثومه كما كتشوفوا، جوج حويمضات صغار مصيرين، ضامه ديال كنور بقري وشويه ديال الربيع. هنا البنات راه ما كانوش عندنا المقادير كاملين، يلا صيفت على ضامه ديال الزعفران وديك هذه المروزيه ديال الدجاج. المهم بالنسبه للعطريه راه غنكتبهم لكم في صندوق الوصف، والطريقه ديالو راه سهله. هنا غير بغينا ما نضيعوش الوقت كما عارفين، قلنا نوجدوا نبداو بعدا على ما جابوا لنا السخره. هنا كما كتشوفوا في مولينيكس هذاك الربيع واخا ما تقردوش مزيان، تقطعوه غير شويه وديروه في مولينيكس، ضفنا عليه تقريبا واحد الكويس ديال الماء وغنطحنوه في مولينيكس، غنطحنوه مزيان حتى يتطحن مزيان وغادي نصفيوه. هاد الطريقه البنات راها سهله بزاف، ما يحتاجش انك الربيع تبقاي تقردي وتعاودي تقطعيه مزيان باش يجي رقيق. هنا كتقطعيه هكا شويه وديري واحد الكويس ديال الماء وكطحنيه وتصفيه. صافي هنا في واحد الصفايه حاولنا نصفيوه مزيان، كيبقاو غير هذوك الشوائب، هذاك الماء كامل كيتصفى لتحت. هاد الدجاج راه دارته مرات خويا الله يعطيها الصحه، عرفتوا البنات راه كيجي واعر والله العظيم. داكشي علاش طلبتها، قلت لها صافي واعر غديريه وغتشاركي معنا الفيديو. صورت مع هذا الفيديو البنات، راه جربوا راه بالتجريب اقسم بالله شي حاجه واعره بزاف. هنا بالنسبه للثومه كما كتشوفوا عندنا تقريبا 9 او 10 دروس ديال الثومه، راهم كبار ما صغارش. هنا عندنا جوج حويمضات مصيرين، حاولوا تحيدوا منهم هذاك العظم. هنا خدينا لهم داك اللب ديالهم، اللب ديال الحامض مصير، جوج الحامضات صغيورين اولا ديروا حامضه كبيره. هذا القياس البنات ديال جوج دجاجات. بالنسبه للدجاج محمر اللي بغات دير دجاج محمر ما تاخديش الدجاج الكبير، اول حاجه غيعذبك في الطياب كيشد الطياب، ثاني حاجه ما كيجيش بنين فحال هذاك الصغير. داك الصغير البنات راه كيجي واعر كيجي بنين. مني كترقديه اكثر مني كترقديه ليله كامله اولا على الاقل واحد 3 ولا 4 السوايع راه كيجي شي حاجه واعره. صافي هنا كما كتشوفوا زادت واحد نص كاس ديال الماء وغطحنوه مزيان. صافي غطحنو غدير ليه نفس الطريقه حتى هو غتصفيه من هذاك الماء، غيبقاو غير هذوك الشوائب غادي تحيدهم. صافي هنا بواحد المعلقه كتحاول تضغط عليه هكا وتصفيه مزيان. وصافي هنايا البنات غادا تبدا تضيف العطريه. هنايا حنا درناه في الصباح فقط انا ومرت خويا بكري، رقدنا الدجاج هو الاول عاد باش بدينا كنوجدوا الفطور. من الاحسن ديروه ليله كامله. هنا ضفنا واحد كنوره بقري، هنا 3 المعالق صغار عامرين ديال الخرقوم، 3 المعالق صغار ديال سكنجبير يكونوا عامرين، ومعلقه ونص ديال البزار. هنا غنضيفوا شويه ديال الهريسه، داكشي علاش ما كثرناش البزار. معلقه ونص صغار يكونوا صغار ديال البزار. عندنا جوج دويمات ديال الزعفران وجوج معالق كبار ديال المروزيه ديال الدجاج. المروزيه ديال الدجاج البنات سيروا عند العطار قول ليه يعطيكم هذيك المروزيه، خذوا واحد 10 دراهم وطحنوها، من الاحسن ما تشروهاش مطحونه. وردوا البال شوفوا كي كتكون، راه بعض المرات شي عطاره كيعطيو شي حاجه اخرى كيقول لك مروزيه ديال الدجاج. ردوا البال، المروزيه ديال الدجاج راه ديك قاعقله وبسيبيسه كتكون فيها المهم شي حاجه. خذوا من الاحسن واحد 10 دراهم وقولوا ليه يطحنها، من الاحسن ما تاخذوها ما مطحوناش ويطحنها لكم، من الاحسن تاخذوها ما مطحوناش. هذيك اللي ما مطحوناش كتكون باقا جديده، راه الكاغيط غير كتحليه كتعطيك هذيك الريحه. هنا هذاك الدجاج دارت لي واحد
التدويشه هي هذيك 5 شوفوا البنات هنا كتدخل ما بين الجلده هنا في الصدر ديروا واحد 2 تقيبات كبار بشي موس اولا ضغطوا عليه بصبعكم يكونوا واحد 2 تقيبات كبار يكونوا واصلين حاولوا توصلوها حتى لتحت ودخلوا هذيك رقدوه مزيان دخلوا ليه هاد الماء ديال هذا وهاد العطريه من الداخل دخلوه مزيان دخلوا ما بين الجلده هذيك الجهه ديال العنق مهم حاولوا تدخلوا ليه هذا مزيان 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 وصافي. هنايا من بعد ما غادي تكملوا نغطي عليه بواحد السلوفان ونخليوها البنات. هنا كما كتشوفوا ملي كتبغي تدخل هذوك الرجيلات في ديك الجلده كتضغط عليه حتى كتسمعي هذوك العظيمه طرطقوا تدوشت ليه وطرطقت ليه العظيمات صافي. هنايا كتضغطوا عليه شوفوا راه كتضغط عليها البنات حتى كتسمعوا داك العظام طق طق صافي. غادي تخليه وغتغطي عليه نغطيو عليه بالسلوفان وغنخليوه هنا كيف ما قلت لكم البنات من الاحسن ليله كامله. وهنايا بالنسبه للكبده هنا كما كتشوفوا الكبده راها مغسوله غتضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل وواحد الكويس ديال الماء وغديرها تسلق نص سلقه ما تسلقوهاش مزيان ردوا ليها البال الكبده راكم عارفين دغيا كتسلق فغتسلقها غير نص سلقه. هنا بالنسبه لهاد الدجاج البنات ملي بغات تردو ملي بغات تبدا طيبو راه بدات كتكتشف فيه انا كما كتشوفوا خدات واحد الخويط غسلاتو وبدات كتكتشف هذاك الدجاج. هنا راه كتزير عليه مزيان كتكتشفوا عرفتوا البنات هاد الطريقه كتخليه ساهل كطيبيه بسهوله ما كتخليش يبقى ملي كتبغي تقلبيه يبدا يتقسم ليك ولا يتفرتات ولا كتقلبيه على خاطرك كيجي معك كيجيك ساهل من ناحيه انك تقلبيه من ناحيه ملي تبغي تهزيه ما كتلقايش معاه شي صعوبه. شوفوا البنات كيفاش كتفاتو دارت لي شي مومياء كتكتفوا هنايا مزيان. هنا راه غديرهم في الكوكوط الكبيره بجوج غديرهم في كوكوط وحده صافي. هنا كما كتشوفوا ضافت روات هنا حتى وصلت النص تقريبا ديال هذاك الطير وصافي غادي تردوه هنايا. هنايا بالنسبه لباقي المكونات البنات العافيه المهم العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه عافيه تكون متوسطه. عندنا 2 كيلو ديال البصله عندنا شويه زعفران الشعره عندنا السمن عندنا كاس ثلث ديالو ثلث الكاس زيت العود والباقي الزيت الروميه. صافي هنايا البنات اول حاجه غدير واحد الحفينه ديال البصله هنا البنات راه ما دارتهاش دارت غير واحد الحفينه حيت البصله غديرها حتى تحيد الدجاج. دارت هذاك الكاس ديال الزيت كيف ما قلت لكم تقريبا ثلث ديالو زيت العود والباقي زيت الروميه ودارت واحد شويه ديال الزعفران كانت دارته فوق هذيك الغلاقه ديال الكوكوط حتى سخن مزيان صافي وحكاتو بنيدي راه دغيا كيتحك راكم عارفين الزعفران. صافي هنايا غادا تضيف 2 المعالق صغار ديال السمن وصافي غترد عليه الغلاقه ما كتسدش الكوكوط البنات ما كتسدش الكوكوط غترد عليه. هنا البنات من بعد ما دازت تقريبا واحد ثلث اولا 25 دقيقه كتاخذ واحد القطيب اولا واحد الزلاك كتقبو مزيان 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 من جميع الجوانب من الصدر من الظهر من ديك الجهه ديال العنق من الفخاد كامل به كتقبو مزيان بهذاك الزلاك كما كتشوفوا راه كتدخل الزلاك حتى لداخل باش كتعرفوه هنا في هذه المرحله باش كتعرفوا الدجاج ديالكم واش طاب ولا لا. كل مره كتقبوه حتى كتشوفوا ما بقى خرج منه لا دم لا ما لا حتى شي حاجه نشف تماما عاد كتحيدوه. هنا هذيك الكبده صفاتها كما كتشوفوا راه سلقاتها غير نص سلقه وهنا قطعتها ما تقطعوهاش صغيره البنات خليوها هكا شويه بينه الكبده راه دغيا كطيب راكم عارفين. هنا سلقتها نص سلقه وقطعتها هكا شويه. هنا درنا حنا الزيتون بلدي تقدروا ديروا بلدي هكا ولا ديروا هذاك الزيتون الاخر. صافي الزيتون من بعد ما غسلناه غادي تضيف ليه واحد تقريبا 2 المعالق اولا 3 من هذيك المريقه ديال الدجاج كما كتشوفوا وغتضيف ليه غتزيد واحد شويه ديال الماء ولا حيت واحد الحبيبات غير واحد شويه غير واحد 3 الحبيبات هكا ديال البصله صافي وغدير هذاك الزيتون يطيب.
صافي هنا بالنسبه للدجاجه البنات راه كل مره كترجع لي كتثقبوا مزيان بهذاك سميتو بهذاك القطيب. هنا من بعد ما طاب لينا الدجاج كما كتشوفوا، شوفوا راه مع مكتف مسكين ما عندو فين يتحرك له هكا دغيا كتحيدو صافي غادي تحيدو هذاك هذاك الخيط حتى يبرد وغتحيدو داك الخيط وصافي. في هذا الاثناء غادي تطيب هذيك البصله. بالنسبه للبصله ما تقولوش 2 كيلو كثيره، راها غطيح غدوب تماما، هي اللي غادي تختصر المرقه. 2 كيلو راه الحد في القضيه هذيك. هنا هاد المريقه غادي تضيف ليها واحد شويه ديال الماء. البنات راها ما دارتش الملح نهائيا، ما كاينش الملح وجا هو هذاك. صافي هنا زاد شويه الماء وسدت عليه الكوكوط، دارت الصفاره، خدات معلقه هنا كبيره ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال الهريسه، غتخلطها مزيان مزيان حتى تحس بهذيك الزبده دابت كما كتشوفوا هنا راه دابت. هنا ما بغاتش دير الشيشه حيت الشيشه ما كتدخلش ليه، ما كتديرش مزيان، ما كدهنش مزيان، فدارت يدها غدهنوا مزيان كامل به الدجاج كامل بهذيك الزبيده اللي مخلطه مع الهريسه. غتخلطوا مزيان، ما تقولوش الهريسه راه كتعطي واحد اللوغو زوين، ما كيجيش حار، كتجي غير واحد المذاق خفيف ديال الهريسه، كيجي زوين بزاف البنات. هنا هذيك البصله شوفوا كيفاش طابت وطاحت، عرات على الكوكوط خلاتها بدات كطيح، بدا كينشف شويه من الماء وضافت هذيك الكبده. في هذا الاثناء البنات غادي تبقى تحرك حتى من التحت كيبدا يلصق شويه، غتبدا تحرك حتى تطيح ليها. هنا الزيت كنا قلينا واحد شويه ديال البطاطا ودابا غتبدا تقلي في الدجاج. حنا هنا عند اختي فالفران عندها الصراحه ما زوينش بالنسبه للدجاج، كنا جربناه من قبل ما زوينش في التحمار، فغادي نقليوه. اللي عندها فران زوين دخلوا الفران، تسخن الفران مزيان ودخلوا الفران يتحمر في الفران. صافي هنا البنات هذيك المريقه غادي تبقى تحرك فيها مزيان حتى تختار، باش كتعرفوا المريقه صافي ولات هي هذيك صافي واجده، كتنشف تماما من الماء وفحال كيتعزل هذاك الزيت الفوق. ملي كتشوفوا داك نشفات من الماء واختارت عقادت وهذاك الزيت فحال تعزل الفوق، عرفوا راه هذيك المريقه صافي هي هذيك واجده. صافي هنا كما كتشوفوا راه كتبقى تحرك مزيان 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 حتى كتنشف كيف ما قلت لكم تماما من الماء. وهادو هما الطويرات ديالنا ولا الدجاجات ديالنا من بعد ما تحمروا راه كيجيو واعرين البنات، طريقه فنه وغزالين. عرفتوا واحد المذاق خطير البنات فحال ديال العراسات ولا حسن، جربوا هاد الطريقه راه غتولي معتمده عندكم الصراحه. شوفوا بالنسبه للمريقه راه كما قلت لكم هذاك الزويته بحال كتعزل، هنا عرفوا راه المريقه ديالكم صافي واجده. شوفوا كي كتجي عاقده لذيذه واعره. بالنسبه للملح كيف ما قلت لكم البنات ما فيهش الملح نهائيا، اصلا السمن مالح، الهريسه هذاك الحامض المصيار فكل شيء فيها مالح، ما ديروش الملح نهائيا راه غادي يجي هو هذاك. وهنا الزويتينات كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا هذا الزيتون البلدي اولا داك الزيتون الاخر الخضر اللي ما فيهش العظم. المهم اللي بغيتو ديروه. هنا كما كتشوفوا صافي درنا هاد الزويتينات وغنحطوا الغدا ديالنا. كان هذا هو الغدا ديالنا شاركناه معكم، كنتمنى ينال اعجابكم. ووصلنا هنا لنهايه الفيديو. البنات اللي ما مشاركيش معايا دخلوا شاركوا معايا فضلا وليس امرا. شكرا لكم على الدعم، شكرا على المتابعه، مرحبا بالبنات اللي دخلوا الجدادات، وشكرا بزاف على تشجيعاتكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب في فيديو جديد. السلام عليكم.